السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نكمل كلامنا عن هرم الملك بيبي الثاني، وخصوصا في التفاصيل الهندسية والمعمارية. أولا، الهرم يبلغ عرض حجرة الدفن المغطاة بنصوص هرمية 3.15 مترا وطولها 8 أمتار، وكان الجدار الغربي للغرفة مطلى بواجهة القصر. وكان التابوت مصنوع من جرواق يبلغ طوله حوالي 3 أمتار وعرضه 1.3 مترا وارتفاعه حوالي 1.2 مترا، وجميع الجوانب الأربعة منقوشة بالهيروغليفية وتشرح الاسم الملكي بالكامل للملك بيبي الثاني. ويعتبر التابوت قطعة رائعة من العمل، لكنه يظهر بعض آثار النقص فيما يتعلق بالنقش، والذي يحتفظ أيضا بعلامات خطوط إرشادية تمهيدية، ولا يظهر أي علامات على التذهيب الذي كان معتادا للتابوت الملكي في هذه الفترة. وكان غطاء التابوت أيضا مصنوع من الجرواق، ومن الواضح أنه كان غير مكتمل، وتم العثور على بعض شظايا صندوق المرمر للجرار الكانوبي مع التابوت الحجري، وتم العثور على غطاء هذا الصندوق، لكنه كان مقطوع من كتلة جرانيتية، وهي واحدة من العلامات التي تدل على استكمال مواد الدفن على عجل. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن زخرفة الغرف الجنائزية قد تم التخلي عنها بشكل مفاجئ، مما يدعم الاستنتاج القائل بأن الهيكل قد تم بناؤه على عجل. وكشف علماء المصريات عن آثار كانت موجودة في جميع أنحاء النصب التذكاري، وكانت هذه الآثار غير متكافئة وغير متكاملة، ومن الملاحظ أن بناء الهرم قد توقف بسبب أنه كان لابد استكمال مقابر غرف الدفن بسرعة عند وفاة الملك. ومثل جميع المجمعات الهرمية الملكية كان هرم بيبي الثاني يجلس في قلب المقبرة التي بني فيها مقابر أفراد العائلة الملكية والبلاط الملكي من أجل اتباع ملكهم في الحياة الآخرة. وكجزء من هذه المقبرة تم التعرف على 3 إهرامات للملكات تم منحها جميعا مجمعات عبادة مستقلة، وتحتوي هذه المجمعات الهرمية المصغرة على جميع العناصر اللازمة للعبادة الجنائزية للزوجات الملكية في نهاية الأسرة المصرية السادسة. هرم نيت. ويقع هرم نيت في الاتجاه الشمالي الغربي من مجمع بيبي الثاني، وعلى اليسار يوجد هرم الملكة أيبت الثانية، ويقع مدخل المعبد داخل المجمع على الجانب الجنوبي الشرقي من الجدار، ويوجد برجان من الحجر الجيري عند المدخل. ويوجد تصوير من النقوش على المعابد بشكل رئيسي، وتمتلئ سراديب الموت الموجودة أسفل الهرم بقطع من الفخار. ويقع مدخل الهرم الرئيسي على الجانب الشمالي، والذي يحتوي أيضا على ممر ونظام بوابة، ولكنه أبسط من هرم بيبي الثاني. وكانت الزخارف والنقوش ممثلة لهرم بيبي الثاني، وتم وضع تابت من الجرانيت الأحمر على الجدار الغربي من الغرفة. وللأسف لم يتم العثور على جثة الملكة نيت، ولكن كان يوجد العديد من شظايا الجرار ملقاة على الأرض، وتقاس أبعاد هرم نيت عند 21.5 ارتفاع و23.5 طول، مع ميل في ضلع الهرم حوالي 61 درجة. ويقع هرم الملكة أيبت الثانية على يسار هرم الملكة نيت، وتم بناء معبدها الجنائزي على شكل حرف ال، ولكنه تعرض لأضرار كبيرة، ومدخل المجمع مصنوع من الجرانيت الوردي. وللأسف انهار هرم الملكة أيبت الثانية، لكنه كان لا يختلف كثيرا عن هرم الملكة نيت، ولكنه كان أصغر، وتم العثور على تابوت من الجرانيت الوردي للملكة أيبوت، ولكنه تم إزالة النقوش من عليه، مما جعل التعرف عليه أمرا صعبا. هرم ويجبتنا. تم تحويل هرم ويجبتنا ومعبده اللائن قادم.
وبقى مذبح عليه اسم الملكة وتعرض هرم ويجيبتن لأكبر قدر من الضرر ولحسن الحظ. وجد جيكر نقوشا تثبت أن قمة هرم ويجيبتن كانت مغطاة بالذهب، وامتلأت حجرة القبر تحت الأرض بالنقوش، لكن لم يتم العثور على تابوت. وهكذا تكون انتهت حلقة اليوم، وسوف نبدأ غدا في الكلام عن الملك بيبي الثاني نفسه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا على المشاهدة.